هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعي صوت المنتدى الأكارم. هذا أنا صلاح محمد زين أحييكم، وزميلي يوسف بوليسي في إعداد نشرة الأخبار. وفي ساعة اليوم الأربعاء 20 من يناير الذي يصادف الذكرى الثالثة لحركة فورتو الجسورة والمجيدة التي قام بها نفر من الأبطال الأحرار بغية تخليص شعبنا وبلادنا من العصابة الغاشمة المتسلطة على رقابه والمتحكمة في مقدراته، نخصص هذه الساعة بعد نشرة الأخبار لحركة فورتو وشهيدها البطل سعيد علي حجاي رحمه الله. متابعة طيبة ومفيدة. كاينا ودي علي قلبي دانا لنا زي ساعة زي بلي ودي علي جقنا بس انا يفرتو مثل صغري فيونا وساعات حتو رعديتي خيرنا شفت بيتو فعبت آتي وخمزة زراقتو وتعالي جغنانا فريتلو وحبتني تغال خمزة زراقتو ما فورتو جاي عمر حوين تانكي راديو خزار بات لسانا يحكي اي حمت وشت مع بعدكي عندي بيه ولا انك تحزن كتبكي اي حمت وشت مع بعدكي كنذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي ذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي عزنت ملكاكو تمزفولتها نايلم زي كوني ناي قدم سريخة جقنا ود هزبي كبروي نعاخا نحرنا الشمعة داق ما يزولعها نحرنا الشمعة داق ما يزولعها جقنا ود هزبي كبروي نعاخا أتنكي لا تتزي مصحفو نفتح الموبيتو قدمنا حاليفو تاريخ خصف كل وين عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي تاريخ خصف كل وين عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي ودع الانبساب وسرعتكي بتبعد يبكى زرب بحكي رسماتني كايم بعصيك ميكي يا كرا انا يم سري ام كتلكي
سماتين كايم بعصيك ميكي كرأنايو سريوم كتلكي تذكر كاينا ودي علي كاركيدانا لنا زير السعزيولي صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار وفي مقدمتها أبرز العناوين: تدابير أمنية مشددة تزامنا مع الاحتفالات الوطنية للبلاد. اعتقال مهندسين من منجم بيشا للذهب. كبار رجالات النظام يستلمون فدية المختطفين. تفاصيل الأخبار. تلقى مسؤول الأمن الداخلي العميد سيمون جبردنجل صباح أمس الأول الاثنين رسالة من مكتب رئيس النظام الاستبدادي تخبره بتزويده ب400 فرد من العناصر الأمنية التي ستعمل على تأمين العاصمة أسمرة ضمن تدابير أمنية مشددة يتخذها النظام لإنجاح حفلات البذخ والمجون، مستغلا احتفالات شعبنا بالذكرى 26 لملحمة فنقل العظيمة وليوبيل الفضي للاستقلال. وتفيد الأنباء الواردة إلينا من العاصمة أسمرة أن النظام الاستبدادي يعيش حالة من الخوف والرعب الشديدين نتيجة لضيق حلقة مؤيديه في كل القطاعات الحكومية منها والشعبية، وتنامي روح المقاومة بين فئات الشعب المختلفة ورغبتها في تغيير الأوضاع وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية. وأفادت مصادرنا أن الرسالة التي تلقاها العميد سيمون تفيد بأن مكتب الطاغية سياس سيزوده بعناصر جديدة من الأقاليم ستتلقى دورات أمنية خلال الفترة القليلة القادمة بغية تقوية التدابير الأمنية وتوزيعها في حراسة الأماكن الحساسة ومراقبة أي تحركات مناهضة للنظام أثناء الاحتفالات في كل المدن الإريترية. تقوم وحدات من الجيش هذه الأيام بمداهمة منازل رفاقهم من العسكريين غير المتواجدين في وحداتهم، ويساق من يتم القبض عليه إلى مركز الشرطة رقم 2، بينما يحتجز أهل من لم يقبض عليه من العسكريين ويساقون إلى معتقل خاص تم تجهيزه في ضاحية عدس قدوم، حيث يحتجز الآن الكثير من أمهات وزوجات وأخوات المجندين الغائبين عن وحداتهم، بالرغم من أن أكثرهم غاب أو اختفى أثناء فترة تواجده بالوحدة العسكرية التابع لها. هذا وتداهم المنازل ليلا ويحتجز الأهالي إلى حين عودة العسكريين الهاربين، في خطوة أعادت للأذهان ممارسات إجرامية كانت قد توقفت لفترة ثم عاودت الظهور مرة أخرى بطريقة فجة ومؤسفة. تفيد الأنباء الواردة إلينا من إريتريا عن بدء العصابات الإجرامية الناشطة في عمليات الإتجار بالبشر بمطالبة أهالي المخطوفين بدفع الفدية للإفراج عن أبنائهم في داخل إريتريا، وقد وصلت هذه المبالغ إلى 400,000 نقفة للفرد الواحد. وفي الوقت الذي يسعى أهالي بعض المخطوفين لتأمين المبلغ المطلوب، إلا أنهم يواجهون بمشكلة انعدام السيولة النقدية أو الجهات والأفراد الذين يمكنهم الإسهام في تخليص أبنائهم الذين يعانون من أوضاع مزرية على أيدي عصابات الإتجار بالبشر. وذكرت مصادرنا بأن أهالي المخطوفين قد فوجئوا بمطالبة العصابات الإجرامية بتسليم المبالغ إلى أشخاص يتقلدون مناصب رفيعة في حكومة الاستبداد، ولأن عملية التسليم ستتم بالعاصمة أسمرة، فإن أهالي الضحايا يعيشون في حالة من الرعب والخوف الشديدين على حياتهم ومصير أبنائهم، كما لا يستبعدون مواصلة هؤلاء المسؤولين الناشطين في كل فعاليات الدولة ويتصدرون عناوين الأخبار في وسائل إعلامها ابتزازهم وتخويفهم من حين إلى آخر. ويذكر أن عناصر نشطة في الأجهزة الأمنية للنظام وبعض أركانه من القادة العسكريين يتهمون من قبل منظمات حقوقية وإعلامية دولية بالضلوع في عمليات الإتجار بالبشر،
بل تذهب بعض التقارير إلى اتهام الحكومة بتنظيم عمليات الخطف والتنسيق مع العصابات الإجرامية العاملة في جريمة الإتجار بالبشر. اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الاستبداد في 14 من الشهر الجاري 2 من المهندسين العاملين في منجم بيشة للذهب. وتحدثت مصادر إذاعة صوت المنتدى إلى أن العناصر الأمنية قامت بتفتيش ممتلكاتهما الخاصة واقتادتهما من منزليهما إلى مكان مجهول. وأفادت مصادرنا إلى أن المعتقلين وهما المهندس إيساق جبرتاتيوس والمهندس سلمون هيلاب كانا يقومان بعملهما بجد ونشاط، ويعتبران من العناصر المؤهلة والمدركة لطبيعة العمل المنجمي، ويمتلكان مؤهلات علمية أكسبتهما احترام أقرانهما والعاملين معهما في المنجم. ويقوم النظام الاستبدادي من حين لآخر باعتقال أصحاب المؤهلات العلمية بحجج واهية ومتوهمة بأن العناصر المتعلمة تقوم بتسريب المعلومات إلى الخارج وتقوم بفضحه أمام العالم، كما يعتريه الكثير من الخوف من قدرات المتعلمين التنظيمية والتعبوية. لذلك يقوم بعمليات اعتقالات واسعة تستهدف هذه الفئة، وفي أفضل الأحوال يقوم بتضييق الخناق عليها حتى تترك البلاد هربا من بطشه وجبروته. وفي خبر ذي صلة، قام النظام الاستبدادي في بداية العام الجديد باعتقال 12 فردا، من بينهم 5 فتيات كانوا يعملون في قسم التمويل وقيادة السيارات في منجم بيشة للذهب، حيث داهمت سلطات الأمن المواطنين في مكان عبادتهم واقتادتهم إلى مدينة كرن، ولا يعرف حتى الآن مصيرهم. تعرض طريق فلفل سلمون الرابط بين أسمرة ومصوع لسلسلة انهيارات أدت لإغلاق الطريق وانقطاع عدد من البلدات الواقعة على الخط المنكوب، وتعرض مواطنوها لمخاطر لم يتم حصرها بعد، بل لم تتحرك السلطات المعنية حتى الآن. هذا وقد كانت الانهيارات التي حدثت بسبب التجريف الناتج عن السيول والأمطار في مناطق فلفل وسابور نتيجة لأخطاءات هندسية فادحة رافقت عمليات شق الطريق التي خالفت الأسس والقواعد الهندسية المتعارف عليها عالميا. تسبب شح السيولة المالية الناتج عن عدم طرح السلطات للطبعة الجديدة للنقفة في كساد قطاع السياحة بشكل ملحوظ، حيث قلص بعض السياح القادمين من السودان فترة تواجدهم في إريتريا، بينما عاد البعض الآخر لأدراجه قبل وصوله للحدود الإريترية كأثر مباشر للارتفاع غير المبرر لسعر النقفة مقابل الدولار والجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع، مما أنتج حالة اقتصادية مستعصية على التفسير. فالطبيعي أنه في حالات الكساد وندرة السيولة أن يحدث انخفاض في الأسعار، ولأن الأوضاع في إريتريا مخالفة للمنطق جاءت النتائج عكسية، مما أثر على قطاع السياحة الذي يعد من المصادر الاقتصادية المهمة. وأخيرا، أفادت الأنباء الواردة إلينا من السودان بقيام بعض المهتمين بقضايا شؤون حقوق الإنسان في 13 من الشهر الجاري بتزويد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية بقائمة أسماء الذين قاموا بالتوقيع على عريضة مساندة النظام الاستبدادي بمدينتي الخرطوم وبورت السودان، مرفقة بصور شخصية للموقعين، مما سيسمح للمفوضية وكذلك معتمدية اللاجئين باستخدامها أثناء عملية الفحص الدقيق على اللاجئين التي تم الشروع فيها مؤخرا، مما سيؤدي بدوره إلى الكشف عن الذين يتمتعون بصفة لاجئ والحقوق التي تصاحبها، وفي نفس الوقت يقوم بزيارة البلاد دون أي مشكلة، وسيترتب على ذلك حرمانهم من حقوق اللاجئين ويؤثر على طلبهم للاستقرار في بلد ثالث. وتقوم الحكومة السودانية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الإريتريين خلال هذا الأسبوع بحملة تفتيش واسعة تستهدف اللاجئين خاصة في مناطق الصحافة والجريف بمدينة الخرطوم، كما قامت بالتضييق على حرية حركة المواطنين الإريتريين المتفق عليها بين البلدين، وتجري تحقيقات دقيقة على الحدود للقادمين والخارجين من البلاد، فضلا عن شروعها بالعمل بنظام التأشيرات. ويحذر مراقبون لشؤون اللاجئين الإريتريين من عواقب جد خطيرة على مصير إقامة الكثير منهم في البلدان المستضيفة والذين ترد أسماءهم ضمن قائمة الموقعين، حيث من المتوقع أن تحذو العديد منها نفس إجراءات الفحص الدقيق.
ويذكر أن النظام الاستبدادي يقوم خلال هذه الفترة بحملة واسعة النطاق في مختلف البلدان التي يتواجد فيها الإريتريون خاصة في الشرق الأوسط، حيث يجبر من خلالها المواطنين المقيمين في الخارج بالتوقيع على عريضة تؤيد ادعاءاته بأن الهروب الكثيف للإريتريين ليس لأسباب سياسية أو لانتهاكاته لحقوق الإنسان، وإنما هدفه تحسين مستوى المعيشة التي تدهورت نتيجة للضائقة الاقتصادية الناجمة من تطبيق الأمم المتحدة للعقوبات على النظام وتحركات مسؤوليه، وهو ادعاء تنفيه كل الحقائق، كما أنه قوبل بالرفض العلني من قبل المواطنين خلال الاجتماعات التي يجريها موفدوه، ومن خلال تزويد المنظمات الحقوقية بالمعلومات الهامة وتسريب مستندات ووثائق مهمة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال ادعاءاته الكاذبة. نهاية النشر. كذكرك عينا ودي علي أركيدان لنا دير السعزي حني كذر قيم وبقالتا بهايم هاتم ورحمة ملعته زير سعياني فهم وتاريخ زانتا شمعة واللي عخيانا يفتحها الحالتا شمعة واللي عخيانا يفتحها الحالتا زير سعياني فهم وتاريخ زانتا تذكرك عينا ودي علي قال كيدان لنا زير سعزي بلي تذكرك عينا ودي علي قال كيدان لنا زير سعزي بلي. وفيما يلي أعزائي المستمعين نبذة عن حياة الشهيد البطل سعيد علي حجاي. ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوزو بناكم مودق بديكم تروسو تاريخ عبحدكم مسرقوا تلبوسو. ولد المناضل الشهيد سعيد علي حجاي المعروف بودعلي في أفعبت بإقليم الساحل. التحق بقوات التحرير الشعبية في عام 1974، وكانت المدفعية والمدرعات أهم وأبرز الوحدات التي أظهرت مواهب ودعلي القتالية. في عام 1980 تم اختياره ضمن دورة متطورة في مجال علوم الدبابات في العراق مع 5 من رفاقه. أنهى الدورة بتفوق كبير وإتقان كامل. عاد إلى الميدان بعدها ليقود وحدة الميكانيكا والفنيين. أسهم بشكل فعال في إلحاق الهزائم بالقوات الإثيوبية في معارك جبهة الساحل، وشارك في تشتيت وبعثرة الجيش الإثيوبي الذي كان يحتل الأراضي الإريترية. عرف الشهيد ودعلي بكونه قناصا لا يخطئ هدفه، حتى قيل إذا لم يصل ودعلي هدفا فمن المؤكد أن العلة في السلاح. عمل المناضل الشهيد سعيد علي حجاي كقائد لواء لتعزيز قدرات جبهة ويان تيغراي في مجال الميكانيكا والآليات، واستطاع في فترة وجيزة التعمق والتوغل داخل الأراضي الإثيوبية، واستمر مع الجيش في مطاردة الجيش الإثيوبي بجانب مقاتلي الويانة حتى دخل أديس أبابا، ومن ثم عاد إلى إريتريا. عين بعد ذلك قائدا للواء في منطقة عدردة بإقليم بركة. وفي الحرب الأخيرة بين إريتريا وإثيوبيا كان ودعلي يقود القتال في معارك مرب، ولم يكتفي بذلك بل كان يقود قوات المشاة بكفاءة عالية، حتى أشاد به جنرالات الجيش جميعا في إحدى اجتماعات قيادات الجيش باعتباره إحدى القادة المميزين والذين أدوا دورا مهما في سير المعارك.
كان المناضل سعيد علي حجاي يقوم بتنفيذ المهمات الموكلة إليه على الوجه المطلوب بهمة وإخلاص، وكانت له علاقات أخوية مع جنوده ونظائره وقادته، وعرف عنه الرأفة والرحمة بكل من حوله من جنود وجماهير وكثرة السؤال عن أحوال الناس. كان ود علي عفيف النفس نظيف اللسان، لم يشارك في الممارسات اللا إنسانية التي وقع فيها الكثير من الجنرالات الموالين لنظام الرئيس إسياس أفورقي في استغلال شباب وشابات الخدمة الوطنية في مصالحهم الذاتية حتى استحكموا على البلاد والعباد. فكثيرا ما كان الشهيد ود علي يمتعض من مثل هذه التصرفات وغيرها التي لا تراعي كرامة الإنسان الإريتري ومقدراته. وبإرادة الحياة الكريمة لشعبه وخلاص وطنه من الاحتلال، جاء في ريعان شبابه للالتحاق بصفوف الثورة الإريترية. وبنفس الإرادة الوطنية الخالصة جاء أيضا للاحتجاج على الوضع الراهن في البلاد والمطالبة بالتغيير. استطاع ود علي في 21 من يناير العام الماضي بمن معه من الجنود الأبطال صالح عثمان، أبراهام جبر ميكائيل جلو، وألم منجستآب أن يرفعوا صوت ومطالب الشعب عبر بيان مقتضب أذيع من خلال شاشة التلفزيون الإريتري الحكومية. انتهى الفيلم. هذا ما قاله الدكتاتور إسياس أفورقي في معرض انتشائه بحسم الأمور لصالحه، إلا أن الشعب الذي ذاق الأمرين من حكمه يؤمن حق الإيمان بأن ما جرى لم يكن سوى مشهدا في بداية الفيلم الذي لن ينتهي إلا بزوال هذا الحكم الاستبدادي القهري. وطن للحزي فايش دنتو قنادل شان انتو للتركي فنتي تفضيت ترسى حقسني سفلان مال والواحد داور كنذكرك عينا ودي علي قال كيدانا بلنا زي الساعة زي بلي كنذكرك عينا ودي علي قال كيدانا بلنا زي الساعة زي بلي عزنت ملكاكو وتمزفولتها نايلم زي كوني ناي كرم سريخة جقنا ود هزبي كبروي نعخا نحر الشمعة داق ما يزولعها نحر الشمعة داق ما يزولعها جقنا ود هزبي كبروي نعخا جقنا ودي جقنا فأنت بخرها قلبه زكاة صلو انت ذي حزك ايو بلازلو ويلي خبلح لي تشكح للو ويلي خبلح لي تشكح للو مرت عدايك اندايك تتلل صنع حزبينا خاطف الفل محلا زي تلم امان سقي ساني عزمك تزارستي ساني عزمك تزارستي دحي زي تمت مسان كدير سو زي ذن المسلمتين يدو زرقح وهابي بخحلة يريت ناس وليد يريت ناس وليد والله حوي يريت ناس وليد
سعيد حجاي، يناير كفى وكفى. في فضاء هذا الوطن الذي خضب بدماء زكية ولد هذا الإنسان يشدو المسير على التفاف الأزقة، منعرجات، منحدرات، مغالق، ومن ثم منزلقات حادة. عقود كثيرة طويلة لم يغب عنها الأمل، ولادة كان حملها ثقيلا بل مهولا، وكأن التراب الريان لا يمل انتظار مفاجأة البزوق الجميل، الشروق، الحرية. وقيل حينها: واكتمل الشروق، ولم يكن أبدا كاملا. فالبراعم في بلادي وهي تحتمي بالظل البليل في ذاك الصباح لم تكن تدري أن الشمس في سمائنا ستراقب الإطلالة الأولى بحجب. لم تكن تلك الشمس منصفة وهي تحتجب قبل الشروق، والبراعم تسيح فوق الأصائص غير منعمة بالأحضان بين أراضينا، وسماء كانت لنا ذات صباح كان لنا أيضا حلم. تسلل هذا الحلم بعيدا قصيا وحجب عن براعمنا الشدو. اغتالنا الحلم أم اغتلناه لا أدري، فأصبحت عيوننا مفتوحة على حواشي الوسادة، نخشى إغلاقها ليلا خوفا من الكابوس، وزوار الليل لا يملون من كسر الأبواب وهتك الأعراض. أسرنا الهروب إلى الخلف نسترجع الأيام الخوالي، أو انزوينا في زاوية قصية تضيق مساحتها كلما تقصينا آثار الانكسار الكبير. أوليس من حقنا أن نحلم؟ ألا نخاف الاغتيال الأبدي؟ ألا نحلع من الليل وطول ظلامه الدامس؟ بل علينا أن نحلم من جديد، فليلنا الطويل لا ينجلي إلا بالشروق الحقيقي للشمس. فلنحلم من جديد، لأن الوجع وطن ينكسر، وطن يسبى. فلتسقط الأقنعة كل الأقنعة، فلنكن نحن كما كنا نحن. رايتنا كفى كفى وكفى. أجل كفانا ظلما واضطهادا، فنحن كنا كما أردنا أن نكون، والآن أيضا فلنكن كما نريد أن نكون، لكي نسبح في فضاءات الحرية، الكرامة والمساواة. قالها الذي ارتقى كالسدر في انسيابه في مثل هذا اليوم قبل عامين. لم يخشى المزالق ولم ينحني للحواجز العوارض. كان حجاي ود علي وأبواب الخلد تفتح له شراعيها لرحاب الخلد. كان سعيدا كالسيل، كان هادرا، لكنه مضى في هدوء، فكان كما أراد أن يكون. قمرا كان في هذا الظلام الدامس، ولن يمتحق هذا القمر أبدا. فلنشرع القلوب لالتقاط حنين الرياح لأول كلمة: كفى. وحينها سوف تكيل لنا الحياة في كل خطوة نسقا جديدا، وسوف نمتح من حصن السماء إطلالة
ندية. ليلنا لا يحتمل العويل، فالعويل سهم لا يصيب سوى العثرات، والصمت أجل الصمت زيف آخر. فلنكن كما أراد لنا ودعا لي أن نكون، فاختياره استبعث خيارنا، شحنه شحنا. ولنهتف للوطن ولا شيء سوى الوطن، ولنهتف للحرية المصبوغة باللون الأحمر، فقلب الأرض يبتهل. ولنسعى للغفران علنا أغضمنا السماء بذاك العويل، فالغياب يذبح الوطن بسكينة صدئة. كفى وكفى. جيكنا ودي جيكنا فأنت بخرها قلبه زكاة صلو انت زي حسكا يوبلازلو ويلي خابلح لي تشكحللو ويلي خابلح لي تشكحللو مرت عدايك اندايك تتلل صنع حزبينا خاطف الفل محلا زي تلم امان سقي ساني عزمك تزارستي ساني عزمك تزارستي دحي زي تمت مسان كدير سو زي دين المسلمتين يدو زرقح وهابي بخحلة يريت ناس وليد يريت ناس وليد والله حوي يريت ناس وليد ابو نسمين خدمتين ابو نسمي خدمتك وصدم بزار ما قلت حدير جيكنا ودي جيكنا بعنصبو بكرها قلبو زكاسلو انت بحسكا يوم لازلو ويلي خابلح لي وتشكحللو ونايي سبين السنة اللي نوال غاليخا مرت عدايك اندايك تتلل صنع حزبينا عاقات الفل محلا زي تلم امان سقي ساني خوص مكت نزارستي ونايي سبين السنة اللي نوال غاليخا ابو نسمين خدمك صدم بسامع قلبك حدير حزبك تحرير زي تمت مسان كدير شو زي تنين مسلمته ايدو زرقح وهاب بقعبك اريترا ناس وليد ابقونك ونايي سبيك السنة اللي نظل غاليخا مرات عدايك اندايك تتلل صنع حزبينا عاقات الفلفل محلا زي تلم امان سقي ساني حوز مكت نزارستي ونايي سبين السنة اللي نظل غاليخا
نسيتي خدتين صدم بسام قلب حدير مسيسبي أبو نسيتي خدتين صدم بسام قلب حدير مسيسبي جقنا ودي جقنا بعنتبو فكرها قرلبو زكاتلو انت زعت كايو بلا زبو ويل خام عليك تشكح له ونايه مسبيت السنة اللي نعطل غاليها مرات عدايك دايك تتلل صنع حزبينا عقاد فلفل محلا زي تلل بابا نسقي ساني حوز مكت نزار ستيك ونايه مسبيت السنة اللي نعطل غاليها السنة اللي نعطل غاليها هذا القادم تقيني والدحل المرت السنة اللي عبد الله خليك بسنعتك قروب من زائد زائرت انا تيتحري تمر الزريق عقاد فريق اسبع انت بو انت ملاك بو حاسس سلمي لو مخمس مالي اميني اميني ملت ونعفا حيدس اميني اميني ملت ونعفا حيدس السنة اللي عبد الله خليك بسنعتك قرب من زائد زائرت رانا تيتحري أمر الزريق لعقاد فريق اسبع انت بوخ انت ملاك تحاسس سلمي ومخابت مالي اميني اميني لعقا حيدس اميني اميني ملت لعقا حيدس السنة اللي عبد الله خليك بسنعتك سائلة إريتانا تحري أمر الزري نعاقات فري اسبع انت بو انت ملاك تحاسس سلمي لو مخامس مالي أميني أميني ملت نعاقا حيدس أميني أميني ملت نعاقا حيدس أميني ملت نعاقا حيدس أميني ملت نعاقا حيدس أميني ملت نعاقا حيدس زي السيف I'm with Ali, and I support Forto because I believe in freedom. I support Forto because I believe in justice. I'm with Ali, I support Forto, and I demand power to the people. Peace out. I am with Ali because I believe that human rights is for everybody, including people in Eritrea. I am with Ali and I support Forto because I believe in equality. أنا اسمي سليم، واحد من أبناء الشعب الإريتري. عشان نوصل رسالة 21 فورتو لازم نتوحد، ورسالتي للشعب الإريتري إن هم يتوحدوا عشان نوصل رسالة شهداء فورتو. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وشهداء فورتو والمغفرة. We are all with Ali and we support Forto. Hi everyone, I would like to say a few words in Bilen and then in English. أنا علي أخرجن فورتو تيخذ ولعكن ولد حريتي فتحتي ديمقراسي دي وانتيرو لم يكن. 21 January 2013, Said Ali and his comrades did a heroic act sacrificing themselves. For what?
because they thought the people in Eritrea deserve more and deserve better. They lighted a candle for us. So please, old and young, let's unite and we should bring change. Everyone who is watching this video, I hope you'll enjoy this year's Forte Web Festival 2014. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in freedom of press. I'm Odali and I support Forte because I believe in civil rights. I am Odali and I support Forte because I believe in freedom and justice. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in legal process. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in rule of law. I am Wadali and I support Forte because I believe in freedom of Wadali and I believe in Forte because young people deserve to go to school, not to war, deserve education, not slavery. I am Wadali and I support Forte because I believe in justice. I am Wadali and I support Forte because I believe in equality. مسمار مدر هالسلام والقدر شكالا بنويل تعيدا نعم كلام الحكي للأقرى إما كسيت وهو هالقرى وداي بالسنيد لفينا قاعد ماما ومثاليد انت عطوح قبيل وانت عطو مسمار مدر هالسلام والقدر شكالا بنويل تعيدا كلام الحكي للأقرى إيمان كسيفه إلى الغرى مروتا وابرقا بلاتي تتحرم من تولد لك عادلة الدرب عندي تتسيجا وان انت الكحابة رد تكون عدرا الجندل أتيكاها كمدل على التبسندنا نبجك ورسكاها شكالا بنويل تعيدا نعم حلام الحقية فأمرا إيمان كسيف وهو إلى الغرى شكالا بنويل تعيدا نعم كلام الحكي للأقرى إيمان كسيت وهو إلى الغرى بعد الطعنة كبير وين دايتي تمحط دلات رحمة عننا التتر زي جلاب عدا ومتعب الحط وثابت وانت إيمانا الدنيا تبنتكها عشننكها ابدم عبرتكها قرابي كتبت صارح قوتك حاجة هلا لماني شكالا بنويل تعيدا نعم حلام الحكي للأقرى إيمان كسيف وهو إلى الغرى
السكيب والحجر شغالة ويتعيدام نعم كمان الحنكي يا بغلا إيمان كسيفة وإذا كرها لكرا وداي بالسنين لفينا قاعد ماما ومتالي انت عطوف قدبين وانت عطو مسمار ندر السكيب والحجر شغالة وانت عيدام نعم كمان الحنكي يا بغلا إيمان كسيفة وإذا كرها لكرا وداي بالسنين لفينا قاعد ماما ومتالي انت عطوف قدبين وانت عطو مسمار ندر السكيب والحجر شيخ فورتو شيخ عرناتيو شيخ فورتو شيخ عرناتيو شيخ فورتو شيخ عواتيو 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 ودع علي مساتهان غنتو اكنن ودع علي مساتهان غنتو اكنن ادرن لنا اسركاهم كتن ادرن لنا اسركاهم كتن انافي زيناب انافي زيناب انافي زيناب انافي زيناب انافي زيناب المجد ود علي المجد ود علي المجد ود علي المجد ود علي العار لسياس العار لسياس العار لسياس العار لسياس المجد ود علي المجد ود علي العار لسياس العار لسياس نعم نعم للحرية نعم نعم للحرية لا لا للعبودية لا لا للعبودية نعم نعم للحرية نعم نعم للحرية إساياس must to go إساياس must to go إساياس must to go إساياس must go dictator must to go dictator must go إساياس must to go إساياس must go dictator must go dictator must go. أحيي جميع القائمين على هذه الفعالية اليوم إحياء لذكرى 21 يناير ذكرى فورتو المجيدة التي أحيت في قلوب جميع فئات المجتمع الإريتري شعلة الأمل وشعلة الدافع للتغيير، وأن التغيير قادم لا محال طالما هناك بيننا أمثال ود علي، وإن شاء الله نحن التغيير قادم قريب إن شاء الله. النصر للشعب النصر للشعب النصر للشعب النصر للشعب الخزي للسياس الخزي للسياس الخزي للسياس الخزي للسياس العار للسياس العار للسياس العار للسياس العار للسياس النصر للشعب النصر للشعب المجد ود علي المجد ود علي المجد ود علي المجد ود علي المجد للشهداء المجد للشهداء الحرية للأسرى الحرية للأسرى الحرية للأسرى الحرية للشعب الإريتري عطران عدد الريح عطران عطران ثلاثة عدد الريران أفورتو قد قدودت لنسي حارنا بوينا نايدا جب عرطانا نهزو عالم نكال حملنا زيرومي أمير تراس قبر زولو لوتي أكال لوتو خوينا بسوهم كونا لنا London youth occupying the Eritrean embassy. Also, we occupied successful occupation of the embassy by Eritrean youth in London, taking over the president picture. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار وفي مقدمتها أبرز العناوين: تدابير أمنية مشددة تزامنا مع الاحتفالات الوطنية للبلاد. اعتقال مهندسين من منجم بيشا للذهب. كبار رجالات النظام يستلمون فدية المختطفين. تفاصيل الأخبار.
تلقى مسؤول الأمن الداخلي العميد سيمون جبردنجل صباح أمس الأول الاثنين رسالة من مكتب رئيس النظام الاستبدادي تخبره بتزويده ب400 فرد من العناصر الأمنية التي ستعمل على تأمين العاصمة أسمرة ضمن تدابير أمنية مشددة يتخذها النظام لإنجاح حفلات البزخ والمجون، مستغلا احتفالات شعبنا بالذكرى 26 لملحمة فنقل العظيمة واليوبيل الفضي للاستقلال. وتفيد الأنباء الواردة إلينا من العاصمة أسمرة أن النظام الاستبدادي يعيش حالة من الخوف والرعب شديدين نتيجة لضيق حلقة مؤيديه في كل القطاعات الحكومية منها والشعبية، وتنامي روح المقاومة بين فئات الشعب المختلفة ورغبتها في تغيير الأوضاع وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية. وأفادت مصادرنا أن الرسالة التي تلقاها العميد سيمون تفيد بأن مكتب الطاغية سياس سيزوده بعناصر جديدة من الأقاليم ستتلقى دورات أمنية خلال الفترة القليلة القادمة بغية تقوية التدابير الأمنية وتوزيعها في حراسة الأماكن الحساسة ومراقبة أي تحركات مناهضة للنظام أثناء الاحتفالات في كل المدن الإريترية. تقوم وحدات من الجيش هذه الأيام بمداهمة منازل رفاقهم من العسكريين غير المتواجدين في وحداتهم، ويساق من يتم القبض عليه إلى مركز الشرطة رقم 2، بينما يحتجز أهل من لم يقبض عليه من العسكريين ويساقون إلى معتقل خاص تم تجهيزه في ضاحية عدس قدوم، حيث يحتجز الآن الكثير من أمهات وزوجات وأخوات المجندين الغائبين عن وحداتهم، بالرغم من أن أكثرهم غاب أو اختفى أثناء فترة تواجده بالوحدة العسكرية التابع لها. هذا وتداهم المنازل ليلا ويحتجز الأهالي إلى حين عودة العسكريين الهاربين، في خطوة أعادت للأذهان ممارسات إجرامية كانت قد توقفت لفترة ثم عاودت الظهور مرة أخرى بطريقة فجة ومؤسفة. تفيد الأنباء الواردة إلينا من إريتريا عن بدء العصابات الإجرامية الناشطة في عمليات الإتجار بالبشر بمطالبة أهالي المخطوفين بدفع الفدية للإفراج عن أبنائهم في داخل إريتريا، وقد وصلت هذه المبالغ إلى 400,000 نقفة للفرد الواحد. وفي الوقت الذي يسعى أهالي بعض المخطوفين لتأمين المبلغ المطلوب، إلا أنهم يواجهون بمشكلة انعدام السيولة النقدية أو الجهات والأفراد الذين يمكنهم الإسهام في تخليص أبنائهم الذين يعانون من أوضاع مزرية على أيدي عصابات الإتجار بالبشر. وذكرت مصادرنا بأن أهالي المخطوفين قد فوجئوا بمطالبة العصابات الإجرامية بتسليم المبالغ إلى أشخاص يتقلدون مناصب رفيعة في حكومة الاستبداد، ولأن عملية التسليم ستتم بالعاصمة أسمرة، فإن أهالي الضحايا يعيشون في حالة من الرعب والخوف الشديدين على حياتهم ومصير أبنائهم، كما لا يستبعدون مواصلة هؤلاء المسؤولين الناشطين في كل فعاليات الدولة ويتصدرون عناوين الأخبار في وسائل إعلامها ابتزازهم وتخويفهم من حين إلى آخر. ويذكر أن عناصر نشطة في الأجهزة الأمنية للنظام وبعض أركانه من القادة العسكريين يتهمون من قبل منظمات حقوقية وإعلامية دولية بالضلوع في عمليات الإتجار بالبشر، بل تذهب بعض التقارير إلى اتهام الحكومة بتنظيم عمليات الخطف والتنسيق مع العصابات الإجرامية العاملة في جريمة الإتجار بالبشر. اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الاستبداد في 14 من الشهر الجاري 2 من المهندسين العاملين في منجم بيشة للذهب، وتحدثت مصادر إذاعة صوت المنتدى إلى أن العناصر الأمنية قامت بتفتيش ممتلكاتهما الخاصة واقتادتهما من منزليهما إلى مكان مجهول. وأفادت مصادرنا إلى أن المعتقلين وهما المهندس إيساق جبرتاتيوس والمهندس سلمون هيلأب كانا يقومان بعملهما بجد ونشاط، ويعتبران من العناصر المؤهلة والمدركة لطبيعة العمل المنجمي، ويمتلكان مؤهلات علمية أكسبتهما احترام أقرانهما والعاملين معهما في المنجم. ويقوم النظام الاستبدادي من حين لآخر باعتقال أصحاب المؤهلات العلمية بحجج واهية ومتوهمة بأن العناصر المتعلمة تقوم بتسريب المعلومات إلى الخارج وتقوم بفضحه أمام العالم،
كما يعتريه الكثير من الخوف من قدرات المتعلمين التنظيمية والتعبوية، لذلك يقوم بعمليات اعتقالات واسعة تستهدف هذه الفئة، وفي أفضل الأحوال يقوم بتضييق الخناق عليها حتى تترك البلاد هربا من بطشه وجبروته. وفي خبر ذي صلة، قام النظام الاستبدادي في بداية العام الجديد باعتقال 12 فردا، من بينهم 5 فتيات كانوا يعملون في قسم التمويل وقيادة السيارات في منجم بيشة للذهب، حيث داهمت سلطات الأمن المواطنين في مكان عبادتهم واقتادتهم إلى مدينة كرن، ولا يعرف حتى الآن مصيرهم. تعرض طريق فلفل سلمون الرابط بين أسمرة ومصوع لسلسلة انهيارات أدت لإغلاق الطريق وانقطاع عدد من البلدات الواقعة على الخط المنكوب، وتعرض مواطنوها لمخاطر لم يتم حصرها بعد، بل لم تتحرك السلطات المعنية حتى الآن. هذا وقد كانت الانهيارات التي حدثت بسبب التجريف الناتج عن السيول والأمطار في مناطق فلفل وسابور نتيجة لأخطاءات هندسية فادحة رافقت عمليات شق الطريق التي خالفت الأسس والقواعد الهندسية المتعارف عليها عالميا. تسبب شح السيولة المالية الناتج عن عدم طرح السلطات للطبعة الجديدة للنقفة في كساد قطاع السياحة بشكل ملحوظ، حيث قلص بعض السياح القادمين من السودان فترة تواجدهم في إريتريا، بينما عاد البعض الآخر لأدراجه قبل وصوله للحدود الإريترية كأثر مباشر للارتفاع غير المبرر لسعر النقفة مقابل الدولار والجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع، مما أنتج حالة اقتصادية مستعصية على التفسير. فالطبيعي أنه في حالات الكساد وندرة السيولة أن يحدث انخفاض في الأسعار، ولأن الأوضاع في إريتريا مخالفة للمنطق جاءت النتائج عكسية، مما أثر على قطاع السياحة الذي يعد من المصادر الاقتصادية المهمة. وأخيرا، أفادت الأنباء الواردة إلينا من السودان بقيام بعض المهتمين بقضايا شؤون حقوق الإنسان في 13 من الشهر الجاري بتزويد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية بقائمة أسماء الذين قاموا بالتوقيع على عريضة مساندة النظام الاستبدادي بمدينتي الخرطوم وبورت السودان، مرفقة بصور شخصية للموقعين، مما سيسمح للمفوضية وكذلك معتمدية اللاجئين باستخدامها أثناء عملية الفحص الدقيق على اللاجئين التي تم الشروع فيها مؤخرا، مما سيؤدي بدوره إلى الكشف عن الذين يتمتعون بصفة لاجئ والحقوق التي تصاحبها، وفي نفس الوقت يقوم بزيارة البلاد دون أي مشكلة، وسيترتب على ذلك حرمانهم من حقوق اللاجئين ويؤثر على طلبهم للاستقرار في بلد ثالث. وتقوم الحكومة السودانية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الإريتريين خلال هذا الأسبوع بحملة تفتيش واسعة تستهدف اللاجئين خاصة في مناطق الصحافة والجريف بمدينة الخرطوم، كما قامت بالتضييق على حرية حركة المواطنين الإريتريين المتفق عليها بين البلدين، وتجري تحقيقات دقيقة على الحدود للقادمين والخارجين من البلاد، فضلا عن شروعها بالعمل بنظام التأشيرات. ويحذر مراقبون لشؤون اللاجئين الإريتريين من عواقب جد خطيرة على مصير إقامة الكثير منهم في البلدان المستضيفة والذين ترد أسماءهم ضمن قائمة الموقعين، حيث من المتوقع أن تحذو العديد منها نفس إجراءات الفحص الدقيق. ويذكر أن النظام الاستبدادي يقوم خلال هذه الفترة بحملة واسعة النطاق في مختلف البلدان التي يتواجد فيها الإريتريون خاصة في الشرق الأوسط، حيث يجبر من خلالها المواطنين المقيمين في الخارج بالتوقيع على عريضة تؤيد ادعاءاته بأن الهروب الكثيف للإريتريين ليس لأسباب سياسية أو لانتهاكاته لحقوق الإنسان، وإنما هدفه تحسين مستوى المعيشة التي تدهورت نتيجة للضائقة الاقتصادية الناجمة من تطبيق الأمم المتحدة للعقوبات على النظام وتحركات مسؤوليه، وهو ادعاء تنفيه كل الحقائق، كما أنه قوبل بالرفض العلني من قبل المواطنين خلال الاجتماعات التي يجريها موفدوه، ومن خلال تزويد المنظمات الحقوقية بالمعلومات الهامة وتسريب مستندات ووثائق مهمة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال ادعاءاته الكاذبة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، شاكرين حسن متابعتكم وإصغائكم. نأمل ونتطلع إلى أن نحتفي وإياكم بالذكرى الرابعة لعملية فورتو المجيدة معا على ثرى وطننا العزيز. كل عام وأنتم أحرار.
وللطاغية وأعوانه الخزي والعار.